السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة في دوري أبطال أفريقيا ما بين نادي الزمالك ونادي المريخ السوداني. المباراة دي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. مباراة تعتبر تحصيل حاصل لأن طبعا عارفين إن المجموعة ديت تأهل منها نادي الترجي التونسي ونادي شباب بلوزداد، اللي هيلعبوا على مركز الأول والتاني. ولكن نادي الزمالك ونادي المريخ السوداني ما قدروش ان هم يتخطوا هذا الدور، فبالتالي المباراة ديت تعتبر تحصيل حاصل او بمعنى اصح تحديد مراكز المركز الثالث والمركز الرابع. المباراة أنا من وجهة نظري إنها كانت معنويا لصالح نادي الزمالك بعد ما قدر إن هو يفوز على نادي المريخ السوداني 4-3. مباراة مهمة بالنسبة له معنويا وليست يعني في البطولة الأفريقية، ولكن معنويا في الدوري المصري، لأن طبعا الزمالك بعيد خالص في الدوري المصري، عنده الدوري المصري وعنده البطولة العربية وعنده مباراة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي في مايو القادم. ابتدى نادي الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى. خط الظهر مكون من عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار. لعب اتنين ارتكاز، مع احمد اشرف رؤى وسيف جعفر، قدامهم احمد بالحاج، ناحية اليمين احمد سيد زيزو، ناحية الشمال مصطفى شلبي، والمهاجم ناصر منسي. الزمالك جاب اسرع هدف، او مصطفى شلبي جاب اسرع هدف في البطولة في الثانية 12. كورة سنترة لنادي المريخ السوداني، قطعها محمد اشرف رؤى ويلعبها لاحمد بالحاج، اللي يلعبها على حدود منطقة الجزاء على شماله مصطفى شلبي، اللي يحطها من تحت ايد الجول على شمال الحارس محمد مصطفى، محرزا الهدف الاول لنادي الزمالك، وهو اسرع هدف في تاريخ بطولة دوري ابطال افريقيا. ثم في الدقيقة الثالثة كورة استلمها أحمد بالحاج على حدود منطقة الجزاء، عملها ثرو باس عالمي ل ناصر منسي، اللي ينفرد بالحارس، يلعبها من مرة واحدة كده بيمينه على يمين الحارس، تضرب في القائم وتسكن الشباك، محرزا الهدف الثاني لنادي الزمالك. ثم في الدقيقة السابعة كورة من ناحية الشمال لبخيت خميس لاعب نادي المريخ السوداني، يلعبها عرضية متقنة لرمضان رجب، اللي يحطها بصدره على يمين محمد صبحي، محرزا الهدف الأول لنادي المريخ السوداني. وظل الشوط الاولاني سجال بين الفرقتين، خطوره طبعا، ماتش مفتوح، ماتش من الماتشات الحلوه اللي كان ماتش كره قدم، ماتش حلو طبعا. ماتش مفتوح، ما فيش كل فرقه عاوز تكسب الفرقه الاخرى، بتستعد للدوري بتاعها، سواء نادي الزمالك في الدوري المصري او نادي المريخ السوداني في الدوري السوداني. انتهى الشوط الاولاني بنتيجه تقدم نادي الزمالك بنتيجه 2-1. الشوط الثاني بيتقلب الحال تماما، ففي الدقيقة 48 كورة من ناحية الشمال، يشتتها حسام عبد المجيد بالغلط، تنزل لرمضان رجب، اللي يلعبها لنوح الجزولي، اللي يعني يحطها من فوق محمد صبحي كده، خطأ فادح طبعا لحسام عبد المجيد، محرزا الهدف التعادل لنادي المريخ السوداني. ثم في الدقيقة 56 ماتيو سينيو بيشوط صاروخ
من ناحية الشمال كده على حدود منطقة الجزاء، يصدها محمد صبحي، تعلى الكورة يدخل باولو سيرجيو يحطها براسه على شمال محمد صبحي، محرزا الهدف الثالث لنادي المريخ السوداني. وبعدها في الدقيقة 65 كورة من ناحية الشمال لعبد الله جمعة، يلعبها عرضية متقنة على راس ناصر منسي، اللي يلعبها كده بدماغه في الأرض، يعني تعمل باندا وتعلى وتدخل الشباك، محرزا الهدف التعادل والهدف الثالث لنادي الزمالك. ثم في الدقيقة 94 في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، كرة تمريرة من الناشئ محمد عبد الله لناصر منسي، اللي بيلعبها من مرة واحدة على شمال الحارس محمد مصطفى، محرزا الهدف الرابع والأخير لنادي الزمالك، لينتهي اللقاء بفوز كبير لنادي الزمالك 4-3 في مباراة دراماتيكية مع نادي المريخ السوداني. بكده أصبح نادي الزمالك ثالث المجموعة برصيد 7 نقط، ويتوقف رصيد نادي المريخ السوداني عند 5 نقط في المركز الرابع. كده يعتبر ناصر منسي طبعا رابع هاتريك في تاريخ نادي الزمالك، بعد ما احرز الثلاث اهداف امبارح في شباك المريخ السوداني. عندنا طبعا في مركز اول هاتريك كان لجمال عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق ضد فيتالو بطل بروندي عام 1985 بعد ما الزمالك فاز عليه 5-2. وعندنا عبد الحليم علي ضد اسك ميموزا الايفواري سنة 2002 لما فاز نادي الزمالك على اسك 3-1. وعندنا الموسم الحالي في الدور التمهيدي احمد سيد زيزو ثالث لاعب يحرز هاتريك لصالح نادي الزمالك ضد فلامبو البروندي في الدور التمهيدي لما الزمالك كسب بنتيجة كبيرة 6-0. عندنا النهارده في مباريات مهمه في الدوري الانجليزي. عندنا مباراه مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعه 1:30 بتوقيت القاهره، وعندنا مباراه الارسنال ضد ليدز يونايتد في تمام الساعه 4 بتوقيت القاهره. اما في دوري ابطال افريقيا فعندنا مباراه غايه في المهميه، وهي مباراه الحسم ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني، اللي هيحضر هذا اللقاء 50,000 متفرج على استاد القاهرة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة جديدة من جوه جول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.